السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه اخواتي وحبايبي واصحابي اللي بيشرفوني دايما وينوروني؟ اهلا بيكم في فيديو جديد مع احمد الافندي. الحقيقة بس عندي على قناة باكورد. طيب، كابتن محمد شبانة طلع واتكلم وقال في تفاصيل بخصوص عقوبة كهرباء. الغرامة بتاعت كهرباء هتدفع ولا مش هتدفع؟ غرامة كهرباء، هل الكهرباء هيتم ايقاف كهرباء ده صحيح ولا لا؟ طب التفاصيل ايه؟ هقولك. بس لايك للفيديو، انتشروا اللايك، شيروا على قد ما تقدروا، اشتركوا في القناة، والاهم صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ايه اللي حصل بالنسبة للكهرباء؟ وكمان لجنة التظلمات في مشكلة حسين الشحات. مشكلة كهرباء خلاص الموضوع انتهى. كهرباء هيدفع الغرامة يعني في تفاصيل ان هو يأجل او ما يأجلش، ولكن الست ايام اللي هم كانوا مهلة اللي الناس بيقولوا ان هو خلاص مش هيلعب تاني وهيتم ايقافه، ده مش صح. لان الست ايام دول مهلة لدراسة حيثيات الحكم، لكن دلوقتي هو في مدة دفع الغرامة. فدفع الغرامة ده هيبقى قدامه اعتقد لحد يوم الخميس. لغاية يوم الخميس يقدر يدفع الغرامة كهرباء ومفيش اي مشكلة تماما. اذا هنا كهربا هيبقى بيحط الفلوس في حساب نادي الزمالك ومفيش اي مشكلة. ايه بقى المشكلة دلوقتي؟ لما قالوا على حسين الشحات ولجنة التظلمات. لجنة التظلمات برأت حسين الشحات وقالت مفيش، القصة كلها فنكوش. يعني بالبلدي كده مفيش عقوبة على حسين الشحات. الموضوع كله هيبقى إيقاف مباراتين وغرامة 20,000 جنيه وخلاص. فده التفاصيل كلها. لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، فعلوا الجرس على الكل. اشوفكم في فيديو جديد، تحياتي ليكم في رعاية الله، السلام.